اعرفك ان شهر 10 ده من اهم الشهور في الثانويه العامه، وهو ده الفيصل اللي هيعرفك هتجيب مجموع عالي ولا لا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ابطالنا دفعه 2026. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ انا اسلام من دفعه 2023 علم علوم، وحاليا طالب في ثالثه كليه جيولوجيا ومعلومات. جايين ان شاء الله في الفيديو ده عشان نتكلم اهم النصايح في شهر 10، ازاي تعدي الشهر ده وانت ضامن ان انت هتجيب مجموع عالي قوي في الثانويه العامه. وهنتكلم في شويه مشاكل، ازاي تنظم وقتك وازاي تظبط نومك وازاي تظبط مواعيد دروسك. فاهتم جدا بالفيديو ده، تابع معايا ثانيه بثانيه، مش هطول عليكم بعون الله، اقول لكم بس على الحاجات المهمه وان شاء الله الفيديو يكون مفيد ليكم. بدايه الكلام كده، انا عارف ان انت معاك كذا مشكله ومش عارف تحلها، زي درجات الامتحان، زي تنظيم الوقت، زي ان انت مش عارف تذاكر بطريقه صحيحه، حاسس ان انت بتعمل اللي عليك وزياده ومفيش نتيجه قصاد الكلام ده كله. اول حاجه هكلمك فيها وهي ازاي تنظم وقتك. انا دلوقتي واحد عايز ان انا ابقى منظم عشان ما احسش ان انا في عشوائيه في حياتي وان انا مش عارف اعمل اي حاجه. بص يا صديقي، عشان تبقى منظم لازم تبقى ماشي بالورقه والقلم زي ما انا قلت لك في الفيديو اللي فات. لازم تجيب ورقه وقلم وتكتب فيها المواعيد بتاعتك، ولو لقيت نفسك مش قادر تمشي على الجدول اعمل جدول جديد وامشي عليه، ولو لقيت نفسك برضو مش عارف تنظم اعمل جدول من اول وجديد. ونفس الفكره برضو، مش شرط هنا انك تعمل جدول واحد وينجح معاك ويعدي، في جدول هيبقى صعب عليك، في جدول مش هتقدر تستحمله، في جدول هيبقى محتاج وقت اكتر من الوقت اللي انت حاطه. فاعمل جدول مناسب ليك وتلاقيه مناسب لحياتك وريحك. ناس كتيرة بتسألني أنا المفروض دلوقتي أذاكر كام ساعة؟ 4 ساعات، 5 ساعات، 10 ساعات في اليوم؟ أنا مش عارف، ولما بقعد أذاكر لوقت طويل بحس إن أنا مش قادر أكمل وعايز أنام. افتكر يا صديقي إن أنا قلت لك إنك تبعد عن موضوع الأونلاين ده، ولو بتاخد أونلاين انهي الموضوع ده وانزل في أقرب سنتر وخد فيه، لأن موضوع الأونلاين ده هتيجي على شهر 12 هتندم وهتضيع وقت كبير جدا من السنة. ان انت هتواجهك مشاكل، ان انت هيبقى عندك تراكمات، هتواجهك مشاكل ان انت مش عارف تحل اسئله امتحانات، هتواجهك مشاكل ان انت بتاخد وقت كتير جدا في الحصه. انما لو انت واحد شايف نفسك ان الاونلاين تمام معاك مفيش اي مشكله، فاهم وبتعرف تحل وبتعرف تنظم وقتك، فانت كده ماشي على طريق صحيح. انما لو حاسس بشويه مشاكل في الاونلاين ابعد عن الموضوع ده خالص. بالنسبه دلوقتي لدرجات الامتحان بتاعتك وحته ان انت بتذاكر بس المذاكره بتاعتك حاسس ان هي ملهاش لازمه، انت بتجيب درجات وحشه في الامتحان. بص، هو الموضوع ده طبيعي جدا جدا في الاول، لان انت لسه ما تاقلمتش على الاسئله الجديده. الاسئله في ثالثه ثانوي بتبقى مختلفه، هو بيقيس انت فاهم ولا لا، مش انت حافظ ولا لا. بمعنى ايه الكلام ده؟ محتاج ان انت تفهم بنسبه 60% وتحفظ ال 40% الباقي. يعني مثلا لو هنتكلم في حاجه في علم علوم الاحياء مثلا، عندك اغلبيه الدروس محتاجه الفهم اكتر من الحفظ. يعني انت لو مش فاهم انت بتقرا ايه او بتاخد ايه او اللي انت بتاخده ده كله بيشتغل ازاي، مش هتعرف تحفظه، ولو عرفت تحفظه مش هتعرف تفهمه. لازم الاتنين يبقوا مع بعضيهم، لازم ابقى فاهم ومتخيل الحاجه اللي انا باخدها وفي نفس الوقت ابقى حافظها، عشان لما يواجهني سؤال اقراه بالراحه وافهم هو عايز ايه. يعني ما اقراش واجاوب على طول، لان هو بيوقعك، ممكن يجيب لك اول اختيار على حسب الكلام اللي انت هتقراه بس ما يكونش الاختيار الصحيح، بيلعب بيك. هي دي اسئله الثانويه العامه في النظام. فانا عايزك لما تكون مثلا بتقرا سؤال افهم الاول، افهم هو عايز ايه. مثلا بيسالك عن حاجه في الدعامه والحركه، اجيب ذاكرتي لدرس الدعامه والحركه. فممكن يكون رابط لك حاجه مثلا باب اول بباب تاني، بيسالك سؤال في الهرمونات وسؤال الهرمونات داخله حاجه من الباب الاول في الدعامه والحركه، فلازم ابقى فاهم. انا فاهم هو بيكلمني عن ايه، وما جاوبش بسرعه، افكر في السؤال والاختيار اللي انا شايفه مناسب اخده. حل بطريقه الاستبعاد. يعني ايه؟ بعد ما تقرا السؤال وتفهمه كويس جدا ابتدي استبعد حاجات هتلاقي ان هي ما تنفعش خالص على السؤال. ما تستبعد كذا واحده هتلاقي مثلا معاك 2 واحده فيهم صح والتانيه الاصح. تقرا السؤال من اول وجديد وتفهمه كويس جدا، اختار واحده من الاتنين اللي انت شايف ان هي دي خلاص الاجابه الصحيحه. فانا ليه بقول لك بلاش اونلاين وابعد عن سكه الاونلاين وكل الكلام اللي يخوف ده؟ لان شفت ناس كتيره جدا من كذا دفعه مجربين الموضوع والموضوع ما بقاش فعال في الثانويه العامه زي السنين اللي فاتت. مع النظام الجديد ومع الاسئله الجديده ما بقاش الموضوع نافع قوي. موضوع الاونلاين ده في ناس كتيره جدا بيبقى عليها تراكمات، في ناس بتيجي في اخر السنه تقول لك انا هقسم السنه ويضيعوا سنه كامله من عمرهم جديده. فانا مش عايزك توقع نفسك في المشكله دي، وبنصحك من بدري من قبل ما السنه تبدا اصلا. ونصيحتي ليك انك تستغل السنه دي انك تقرب من ربنا سبحانه وتعالى، تنتظم في الصلاة بتاعتك، تعمل لنفسك كل يوم ورد قرآن تقرأ فيه، سواء 5 صفح 10 صفح انت وقدرتك.
حاول السنة دي تغسل نفسك من الذنوب والمعاصي اللي انت فيها، وتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، وتستعين بيه في كل الحاجات الصعبة اللي هتواجهك في السنة دي. برضو انصحك نصيحة واحد مجرب وعارف هو بيقولك ايه في دفعته وفي دفعتين كمان بعده، انك انت بلاش تيأس، بلاش ان انت يبقى عندك احباط، وبطل تسمع اللي حواليك. يعني مثلا مش معنى ان اصحابك بيعملوا حاجة وانت ما بتعملش الحاجة دي ان انت اوحش منهم او ان هم احسن منك. ما تقارنش نفسك بحد خالص في السنة دي نهائي، مالكش دعوة بأي حد. اللي يكلمك كلام مش عاجبك او كلام سلبي دخله من ودنك وخرجه من ودنك التانية. ما تركزش مع حد عايز يحبطك او عايز يوقعك. اللي تركيزك كله في السنة بتاعتك وفي ان انت تعمل احسن نسخة منك وتشرف اهلك في اخر السنة. مالكش دعوة باي حد، وابعد عن كلام الناس كلها. مش اي حد يقولك اي حاجة تمشي وراه. وانت عندك مشكلة وشايف ان انا ما اتكلمتش فيها، تعال اكتبها لي في الكومنتات تحت على الفيديو، او هتلاقي لينك جروب التليجرام اللي احنا عاملينه بنتكلم فيه. لو حد عنده مشكلة بنحلها، دخل اصدقائك ليه وتعالى اتكلم معايا في اي مشكله بتواجهك، وبعون الله هنلاقي لها حل. دمتم سالمين ودمتم طيبين، ربنا يا رب يوفقكم، وان شاء الله السنه دي تبقى سنه سعيده عليكم، وكلكم تجيبوا مجاميع حلوه وتشرفوا اهليكم. عايزك يبقى عندك ثقه في نفسك وثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان هو مهما تعبت مش هيضيع تعبك، والتعب اللي انت تتعبه في السنه هتاخد اضعافه في النتيجه. ربنا يوفقكم وتحققوا نفسكم فيه. سلام عليكم.